حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجع لكم النهارده في فيديو جديد. صباح الفل، صباح النشاط، صباح الطاقه الايجابيه. نهاركم ان شاء الله معطر بذكر الرحمن وبطاعه الرحمن. يلا بقى، حبيت اشارك معاكم روتين النهارده ان شاء الله. الروتين بقى كان من الساعه 6 الصبح كده، بعد ما ماريا بدات تنام رضعتها كده وغيرت لها ونيمتها، وكان ورايا شويه حاجات بصراحه. قلت لو نمت هكسل ان وانا يعني اللي هو مش عارفه انا هصحى امتى، فلا اخلص شويه الترتيبات. كانت اوضه ولادي عايزه يتشال ملايات السرير، وعندي ملوخيه عايزه اتعمل. بصوا عندي شويه حاجات كتير ان شاء الله هنعملها مع بعض في الفيديو. بس في بدايه الفيديو، لو انت اول مره تشوفي قناتي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك مني اشعار، واهم حاجه اللايك التفاعلي على الفيديو. وكمان في الفيديو النهارده ان شاء الله بامر الله هقول لكم على الشنطه اللي تقدري تاخديها معاكي المستشفى، ومن غير بقى كركبه هدوم وحاجات كتير ملهاش اي 30 لازمه. يعني هتاخدي الحاجات اللي انت هتستخدميها بس. في بنوتين بعتولي على الواتساب وقالوا لي ايه الشنطه اللي احنا ناخدها يعني معانا المستشفى والتجهيزات بتاعتنا، وانا قلت لهم والله هتكلم في القناه ان شاء الله عشان لو في اي حد تاني عايز يستفاد. في بدايه الفيديو حابه طبعا اشكركم على دعواتكم الجميله دي ليا، يا رب يكون ليا نصيب فيها وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب، ويديمكم نعمه في حياتي. وكمان حابه ارحب بالناس اللي اشتركت جديد في القناه، منوريني ومشرفيني. ويلا بينا بقى نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. هنا بقى اول حاجه كده شفتوا بقى الشياله بتاعه الكحك دي، او ممكن بقى الميني بيتزا والحاجات ديت، او ممكن لو عندك عيد ميلاد تقدري تحطي فيها الحلويات الشرقيه والحاجات دي. بس هي معموله مخصوص عشان الكحك والبيتيفور والحاجات بتاعه العيد. هنا الشياله الطبق اللي فيها الدايره ده من تحت مكسور، فطبعا كان عند جوزي كده في المخزن. فعايزه اقول لكم ان اي حاجه بقى بتتكسر كده ما بيبقاش ليها مرتجع هو بيجيبها، وبما ان طبعا اي حاجه بتتكسر ما بيبقاش ليها مرتجع فبيجيبها لي. وبتكون والله في حاجات منهم كتير بتكون حلوه، منهم بقى الكومودينو ده، او حاجه زي دولاب صغير وطلع رزق ماريا، لان انا كنت فعلا مش عارفه يعني عايزه احط لها هدومها في كومودينو في حاجه كده لوحده. فلقيته بيقول لي وانا برتب المخزن كده لقيت الكومودينو ده، وعايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، البلاستيك بتاعه نضيف وجامد كده. بس في درج بقى، يعني في درج مش ما لقاهوش، ممكن يكون اتكسر خالص. وهما الدرجين دولت فيهم اللي هو التاني ده اللي انا بركبه دلوقتي ده كان مشروخ شويه كده، فعملناه بلزق، والدرج ده سليم. بس ما شاء الله كان حلو قوي. وطبعا بما ان هي لسه صغنطوطه في الهدوم يعني هياخد ان شاء الله معانا الهدوم، فعملت الدرجين كده وظبطتهم، وهنبدا بقى نرص فيهم الهدوم. واحنا كده كده بنرص الهدوم وشغالين مع بعض هقول لكم على ايه الحاجات اللي تقدري تاخديها معاكي المستشفى من غير ما تكركبي على نفسك ومن غير ما تاخدي حاجات كتير قوي. انا طبعا ما لحقتش معاكم عشان البنات اللي كانت بتسالني في الكومنتات. طبعا انا الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، حصلت الولاده في اخر يوم في السابع، تمام. فطبعا ما لحقتش احضر شنط، ما لحقتش اعمل اي حاجه معاكم في الفيديوهات خالص. طبعا كانت في ترتيبات ان احنا دي اصغر حاجه في هدوم ماريا، عايزه اقول لكم اصغر حاجه. لسه والله هشتري لها هدوم، كل الهدوم اللي عندي كبيره قوي. هي ما شاء الله اللهم بارك يعني بقت احسن من الاول بكتير طبعا. بس هي دلوقتي يعني بقى لها شهر معايا، الحجم بتاعها دلوقتي كانها طفل لسه مولود، يعني لسه مولود بيبي لسه مولود. بس الحمد لله طبعا كنا فين وبقينا فين. انا كنت بقول ربنا يخرجها لي بالسلامه. فلسه بقى هشتري لها هدوم، وهحاول اشتري لها مقاسات صغيره شويه. هي دي مفروض على شهر كانت الهدوم دي هتبقى مظبوطه عليها، يعني كمان شهر ان شاء الله الهدوم دي هتبقى مظبوطه عليها. بس اغلبها كنت جايباها بكم على اساس ان انا حاولت في اخر شهر 8، فبالنسبه لي برضو هبقى داخله في جو خريفي، فمش كنتش عايزه اجيب نص كم كتير، كنت لسه هجيب حاجات بس ما لحقتش. بس الحمد لله بدات كده ارص الهدوم. وتعالوا بقى وانا برص معاكم كده اقول لكم ايه الحاجات اللي تقدري تاخديها في شنطه الولاده من غير ما تاخدي حاجات كتير وملهاش اي 30 لازمه. اولا حاجات البيبي، هنبتدي بحاجات البيبي. اول حاجه هناخد مثلا ممكن تكوني مثلا جايبه اللي هو الطقم بتاع الكوفرتا، الطقم بتاع المستشفى ده كوفرتا بقى بالسلوبيت بتاعها بكل حاجتها، وتاخديها معاكي. يا دوب هتاخدي السلوبيت والكوفرتا، تمام. وممكن تاخدي ايه في الجو الحر ده يفضل ان هو يلبس السلوبيتا كده لوحدها من غير اي اضافات تانية، لان طبعا الجو حر. يعني ممكن في الشتاء بيبقى مختلف شوية.
وهتاخدي الكوفرته معاكي. وطبعا هناخد بقى الببرونه بتاعته، ومش هناخد اي حاجه تانية. ممكن تقدري تاخدي غيارين للبيبي احتياطي، يعني ربما مثلا ان انت تتاخري في المستشفى، بس هو كبيرك انت بتقعدي في المستشفى يعني اللي هو لحد ما تفوقي بعد الافاقه بحوالي 4 ساعات او 3 ساعات، بعد ما حليلك وحاجاتك ما بتخلص بيخرجوكي من المستشفى. فانا رايي ما تاخديش حاجات كتير، هم دولت اللي تقدري تاخديهم للبيبي، والببرونه طبعا بتاعته، ولو ما كنتش شارياها قبلها هيدوها لك في المستشفى، يعني انت ممكن تقدري تشتريها من اي صيدليه جنب المستشفى. بس كده. وباقي الحاجات بقى بتاعه البيبي، الشامبوهات والزيت والحاجات اللي انت شارياها قبل ما تولدي، ده كله هتسيبيه في البيت، مش هتاخدي اي حاجه. انا ممكن في ولادي الاولانيين خدت بقى الزيت وخدت الشامبو في الشنط، كان ملهمش اي لازمه خالص، ورجعت بيهم تاني. وكنت واخده بقى الوايبس، كنت واخداها معايا اللي هي المناديل المبلله، ملهمش اي لازمه. هو البيبي بيتولد بيحطوه في الدفايه شويه، بعد ما بيطلع من الدفايه بيلبسوه هدومه وبيجيبوه يحطوه بقى جنب الام بس. وبعد كده بتقومي بقى بالسلامه كده، بتاخدي طفلك وتروحي بيتك بالسلامه. وهدومك بقى كده خلصنا من هدوم البيبي. كده هندخل على الهدوم بتاعتك. هدومك بقى هتاخدي ايا كان انت حابه تلبسي بيجامه او سوت مثلا تخرجي بيه المستشفى، ده راجع ليكي انت. بس انا بفضل ان انت تكوني واخده عبايه كده او اسدال واسع، هيريح معاكي قوي، يعني في الجو اللي احنا فيه ده هيبقى مريحك، لان انت بتبقي والده فالجو بيبقى حر لا، فلو عبايه واسعه او اسدال هيبقى منجز معاكي اكتر. اما عايزه تاخدي سوت مفيش مشكله، ممكن انتي السوت اللي انت رايحه بيه ممكن مثلا بعد ما تولدي هرجع بيه، او هتاخدي غيار تاني ترجعي بيه، مفيش مشكله، يعني ده راجع ليكي انتي. بس انا من رايي يعني بلاها حاجات كتير. انتي كبيرك هتاخدي شنطه على ظهرك كده، شنطه صغيره مش مليانه ولا اي حاجه. هتاخدي معاكي طبعا علبه مناديل، هتاخدي معاكي حفاضه كبيره، هتاخدي بقى معاكي غيارات داخليه كده، غيار واحد داخلي احتياطي غير اللي عليكي. بصوا المهم هقطع بس الحته دي. هنا كنت شاريه مجموعه العنايه بالبشره اللي هو غسول وكريم بشره مرطب، وكمان جبت معاهم كريم شمس. قلت بقى ايه، الواحد يبدا بقى يهتم بنفسه شويه، يعني اللي هو في فترات كده بيجي يهمل نفسه، فجبت الباكج ده على بعضه عشان بقى ايه نبقى نستخدمه كده. والباكج ده طبعا معاه الصن بلوك بتاعه، قلت بقى عشان لو كان لينا نصيب بقى ورحنا البحر كده يبقى موجود معايا، وكمان عشان الولاد. وسعره بصراحه عجبني، 600 جنيه حلو، يعني اللي هو ايه ولا غالي ولا هو رخيص، وسط وحلو. بس انا لسه ما جربتوش، ان شاء الله اجربه كده ابقى اقول لكم عمل معايا ايه. هنا بقى بصوا زي ما قلت لكم كده، جوزي جايب لي شويه حاجات اللي هو ايه الباسكت بقى المتكسره. بصوا جايب لي الباسكتين دولت، جايب بقى منهم يعني حوالي 5-6، بس الباسكتين دولت اللي سلام منهم الغطا بتاعهم سليم، اللي ورا ده في عندي منه 2 كمان او 3 كمان المشروخين ملهمش غطيان. فبقول لكم اي حاجه بقى بتحصل عنده في المحل كده وفي المخزن، وهو بيرتب المخزن اي حاجه بيلاقيها بيجي جايبها لي. بصراحه هي بتبقى مشروخه حته بس مش مهم، شغاله يعني وبقدر استخدمها. ف2 باسكت ده سلام، وده بقى الباسكت ده قلت بقى احط فيه هدوم ماريه اللي مش نظيفه، يعني الغيارات اللي مش نظيفه هعملها زي باسكت للغسيل ليها خاص بيها. عملت لها كل حاجه كده لوحدها ونظمت لها كل حاجه. وبرده علبه المشابك دي جايب لي منها كذا واحده، فيها ايه مشروخ شويه فيها سليم، فخدت العلبه الباسكت ده بتاع المشابك ده برضو السليم منه، وحطيت لها بقى فيه الادويه بتاعتها والبامبرز والحاجات دي كلها حطيته فيها، ورتبت لها كده التربو وظبطت كده الحمد لله كل حاجه. هرجع بقى للشنطه بقى بتاعتك انتي الحاجات اللي انتي هتاخديها معاكي. تمام كده، دي الغيارات. انا تقريبا قلت كل حاجه عن الغيارات والحاجات ديت، بس دي اللي هتاخديها معاكي، تاخديهم كده في شنطه صغيره بدل بقى كركبه الهدوم الكتير وتاخدي حاجات كتير وترجعي بيها وما استخدمتهاش. وطبعا ما تنسيش طبعا ان انت تاخدي سليبر كده يكون خفيف في رجلك، علشان بعد ما تقومي بالسلامه تعرفي تمشي فيه، او ممكن زي ما قلت لك هترجعي الى الغيار اللي هتروحي بيه هترجعي بيه. فدي بالنسبه لك مش هتبقى كركبه هدوم. وقلت لك الحاجات في حاجات ملهاش اي لازمه خالص معاكي في المستشفى.
ان في ناس بقى تقول لك شامبو وهاخد بقى، وما تنسيش بقى تاخدي صابونه معاكي برضو احتياطي، اللي هي مثلا تغسلي بيها ايدك. اي حد من اللي موجود معاكي في المستشفى يحتاجها، يعني خلي معاكي كده صابونه او اي حاجه، او هاند ووش معاكي في الشنطه، شويه هاند ووش في ازازه كده. بس كل العمليه ان انت اصلا بتبقي عايزه تولدي وتخرجي من المستشفى بسرعه، هو عايزه تروحي لبيتك، وربنا ما يحرمش اي حد من بيته لسريرك، عايزه تنامي بقى بعد الولاده. ده بتبقي فعلا عايزه تنامي، يعني بتبقي خلاص. يعني فعلا في ناس في فترات الحمل الاخرانيه دي مش بيعرفوا يناموا، تقريبا كلنا ما بنبقوش عارفين ننام. فربنا يرجع كل واحده ان شاء الله بيتها بالسلامه، وكل حامل يا رب تقوم بالسلامه. هنا بعد ما رتبت التربو كده وظبطته، او الكومودينو بتاع ماريا، هبدا بقى ايه اروق اوضه النوم على السرير بتاعت ولادي. كانت الملايات عايزه تتغير، بص بقى، وغيرتها في ثانيه كده. قلت بدل ما اطول عليكم في الفيديو عشان لسه ورانا حاجات كتير، فشلت الملايات القديمه كده وروقتها، وهاخد بقى كنسه كده بالمكنسه بالكهرباء. هتقولوا لي طب ازاي عامله 6 الصبح والولاد؟ عايزه اقول لكم ان احنا البيت كله صاحي بسبب ماريا، والله البيت كله صاحي. احنا من يوم ماريا ما جت واحنا مش عارفين نظبط نومنا خالص. احنا بننام الصبح، كل يوم ننام الصبح، مش عارفين نظبط نومنا. وعايزه اقول لكم نوم الصيف ده مقرف جدا، مقرف جدا بالنهار، ان انت ما تبقيش نايمه بالليل، يعني ساعه بالليل بتحسي ان انت فايقه كده والدنيا تمام. لكن بالنهار، نوم النهار ده انا بحس اصلا ان انا كاني ما نمتش خالص. بس بجد عايزه اظبط نومي. مش عايزه اقول لكم ان هي ما بتنامش، بس بتصحى بقى تعيط كده، فالواحد بيقلق ما بيعرفش ينام تاني. فعايزه اقول لكم ان البيت كله بقى صاحي، مبسوطين بقى بيها ولادي وحاطينها. طب هي نايمه ما تعكسوهاش؟ لا، يعكسوها بقى ويشدوا. الله يهديهم والله، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب. واي حد نفسه ببنوته ربنا يرزقه. يعني بصوا على قد ما تقدروا دايما لح على ربنا بالدعاء، يعني خليكي انت كده لح على ربنا بالدعاء واطلبي منه، يعني اللي هو ايه، يا رب اديني بنوته، ارزقني طفل سليم معافى، ايا كان انت حابه بقى ربنا يرزقك بولد او بنوته. وعايزه اقول للناس اللي معاها بنات، بجد والله البنات اكبر نعمه، اقسم لكم بالله. لا انا جربت خلفه البنات وجربت خلفه الصبيان، الحمد لله اللهم لك الحمد. لا بصوا، خلفه البنات فيها حاجه مختلفه، ايه هي؟ انا مش عارفه احددها لحد دلوقتي، بس هي فيها حاجه مختلفه تماما عن خلفه الصبيان. هم طبعا كلهم ولادي وحبايبي وطبعا احنا كلنا ولادنا غاليين قوي علينا، وكلهم عندنا بيبقوا زي بعض وغلاوتهم واحدة. بس سبحان الله البنات بيبقى ليها معزة تانية كده. فربنا يرزق كل مشتاق يا رب، وما يحرمش حد منهم يا رب، اللهم امين. هنا بقى كان جوزي بصراحة هو اللي جايب الملوخية دي، وما شاء الله الملوخية كانت تحفة. جابها غسلتها بقى، وقلت بقى اسيبها تنشف كده على المروحة بسرعة. وكمان كان جايب لي بتنجان عايزني بقى اخللهوله. لما كنت قاعده عند ماما كانت عامله البتنجان اللي هو الطويل ده مخلل بقى بالثوم كده وحطاه في الميه. كانوا عندها، قال لي انت ما بتعمليناش منه ليه؟ انا فعلا ما عملتوش من زمان قوي. لا انا هجيب لك بتنجان واعمله لنا، قلت له حاضر. جابوا بقى وجاب الملوخيه غسلتها، وكمان البتنجان ده هنسلقه ان شاء الله مع بعض، ونعمله بقى شويه مخلل كده. بصوا بيبقى تحفه. ناس كتير بتحبه، والناس كمان اللي بتحب البتنجان المقلي بتحب برضو البتنجان اللي هو بيبقى مسلوق كده ومعمول بقى بالشطه والثوم، وبيتحط له الميه كده ويتحط بقى في التلاجة. طبعا لازم يتحفظ في التلاجة علشان هو اصلا روحه قصيره، ممكن يحمض منك، يعني ممكن تاخدي منه كده وتسيبيه بره التلاجة تلاقيه باظ. هناخد بس منه شويه كده علشان كنت عايزه اعمل باميه، وكمان قلت ابقى اعمل ملوخيه. انا ما كنتش بصراحه في اليوم ده، يعني اللي هو ما نمتش ومطبقه ان انا اعمل لهم ملوخيه خالص. انا قلت لجوزي النهارده هتجيب لنا سمك، هسلق بس رز واعمل سلطه وهتجيب لنا سمك. ابني بقى شاف الملوخيه وانا بعملها، لا انا عايزه اكل ملوخيه النهارده يا حبيبي. انا مش، لا قلت خلاص انا كده كده هدخل انام، ولما اصحى بقى ابقى اعمل الغدا على رواق. هنا بقى قلت له خلاص اقفل على السمك النهارده، بلاش سمك، يبقى السمك خليه يوم تاني. طبعا الفتره دي انا مش بعرف اقعد للفرن، فعشان كده انا بجيب السمك مشوي جاهز من بره، يعني جوزي بيشتري السمك وبيشويه بره في الشوايه، انا بقى يا دوب بعمل الرز والسلطه بقى والحاجات اللي جنب ايه السمك كده. بس بصراحه شوي البيت لا يعلى عليه، يعني ان انت تشوي في البيت كده، والدقه بقى بتاعه السمك تعمليها في البيت والكلام ده كله، لا طبعا بيكون افضل بكتير. كل حاجه بتعمليها في بيتك وبايدك انت بتبقى انضف بكتير. ودايما بقول لكم والله العظيم، والله العظيم مش بقول لكم كده وكلام وخلاص، ادخلي المطبخ وجسفي كده وتوكلي على الله،
ودايما اي حاجه سمي عليها، ودايما كده خلي في لسانك معطر بذكر الله وانت بتعملي الاكل، سمي على كل حاجه ما شاء الله، والله اللهم بارك، الاكل هيطلع معاكي زي الفل. حطيت بقى حله الميه كده على النار، وكنت طبعا شلت بقى القمع الاخضر ده بتاع البتنجان، ومسكته بقى غسلته غسله كويسه قوي علشان بقى ايه نحطه في الميه. بس ده بقى هيبقى احلى بتنجان هتعمليه في حياتك، وبيبقى حلو قوي. وعلى حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها، يعني لو عايزه تعملي شويه اقل من كده برطمان صغير تجربي، لو لاول مره اعملي كميه صغيره. جايز مثلا الحاجه اللي انت تعمليها دي ما تحبهاش، بعد ما تعمليها ما تحبيش طعمها، او مثلا عملتي كميه كبيره فباظت منك، فلا اعملي كميه صغيره جربي فيها، ما عجبتكيش يبقى ما تبقيش بقى تعملي تاني، او مثلا لا طلعت معايا مظبوطه، لا طلع ملحها شويه، لا المره الجايه يبقى ازود كذا، فجربي كده. هنا معايا راس توم كده صغيره دقتها، ومعايا طبعا هريسه شطه كمان، عايزه تحطي هريسه شطه بارده او حراقه ده براحتك حسب ما تحبي، يعني عايزه تحطي بارد ماشي، حراق ماشي. هنا بقى هاخد هريسه الشطه كده، وطبعا هريسه الشطه بتاعتي عليها ملح، يعني انا مش هضيف ملح. وكمان التوم دقته كويس، او لو عندك بقى توم محطوط في الفريزر ممكن تطلعيه، الناس اللي بتفرز التوم مفيش برضو مشكله. وهقلبه، ده اللي هحشي بقى بيه البتنجان بس بعد ما يتسلق، يعني ده لحشو البتنجان. وهنحتاج طبعا كام فص توم تانيين هقول لكم برضو عليه. هنا بقى هسلق البتنجان كده في الميه، اول ميه ما احس ان هي بدات تغلي هديله بالظبط يعني غلوه او غلوتين كبيره على النار، تمام. وهبدا بقى اقلب كده بالمعلقه من فوق لتحت، لان طبعا مع ان البتنجان خفيف فهتلاقيه عايم على وش الميه كده، فهنبدا بقى ايه ان احنا نقلب فيه كويس قوي لحد ما يستوي. وهقولك بقى تاخدي واحده عشان يعني اللي هو ايه اميز هو استوى ولا لا. هاخد واحده كده، بصوا لونه طبعا اختلف، بصوا لونه عمل ازاي. هاخد واحده كده واشطفها بس تحت الحنفيه، تك عليها كده، هضغط عليها هلاقيها هحسها ان هي بقت طرت كده. هو الكفر من بره يعني البتنجانيه من بره هتحسوها ان هي لسه ايه ما استوتش، بس ده عادي، اهم حاجه ان هو يستوي من جوه، تلاقيه استوى كده من جوه بس. وهتشيليه كده من على النار في مصفى، وهتاخدي الميه بتاعته ديت هنعمل بقى فيها ايه، هنخلل بيها، فهنركنها خالص لحد ما تبرد خالص. والبتنجان برضو بتاعي ركنته كده شويه على جنب لحد ما برد خالص، وبدات بقى افتحه كده بالسكينه واحشيه من جوه. الحشو مش بحط له طبعا حشو كتير، يا دوب حاجه بسيطه كده، لان احنا لسه هنحط له بقى المحلول بتاعه الميه بتاعته، وهنحط برضو فيها توم وهنضيف لها ملح. هبدا كده اعمل معاكم بس كام واحده كده. بصوا ابدا افتحها كده واحط بقى فيها الخلطه بتاعتي دي، واقفلها واحطها بقى في البرطمان. عندك علبه عايزه تخللي فيها، عندك برطمان عايزه تخللي فيه. وهنا ممكن تيجي بقى تساليني تقولي طب ليه ما فتحتيش بالسكينه يعني قبل ما تيجي تسلقي البتنجان؟ هقولك علشان انا مش عايزه البتنجان يشرب ميه من العدبه، انا عايزه بعد ما اعمله مسلقه افتحه واحشيه واحط له ميه من مالحه، مش عايزه احط له يعني يشرب من الميه المالحه بتاعته، الميه اللي هي المحلول بتاعه. فبلاش، يفضل يعني ان هو بلاش يتفتح قبل السلق، اسلقيه الاول وبعد كده افتحي البتنجان بتاعك، بيبقى حلو وبيبقى تمام وبيبقى جميل جدا. بصي هنا بقى احطه كده كله في البرطمان، افتحه كده بس طبعا ايه هقعد اعمل يعني عملت معاكم كذا واحده كده عشان تشوفوا طريقته، وبعد كده بقى هقعد عشان مش هقدر اقف طول الوقت ده واخلص الكميه دي كلها حشو. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك خلصت الكميه كلها وحشيتها وحطيتها بقى في البرطمان ده. وجبت بقى 3-4 فصوص توم كده مدقوقين بس بالقشر بتاعهم، تمام، ودقتهم كده كويس قوي. ومعايا طبعا هنا ليمونه، وهجيب طبعا الميه بتاعه النقع بتاعه كانت بردت خالص، يعني بردت، ما تحطيش الميه وهي سخنه، حاولي تخلي الميه تبرد خالص. وبعد كده بقى هنضيف لها بقى الملح بتاعها وظبطي بقى الحدقه حسب ما انت عايزه، لان في ناس بتحب المخللات حدقه، وفي ناس لا بتحبها عدبه، وفي ناس بتحبها مظبوطه، كل واحد بقى على حسب ما اتعود. هنا بقى ضفت على الميه كده ملح، وضفت كمان ليمون، وممكن تضيفي معلقه هريسه شطه عادي، بس انا طبعا كنت حاطه هريسه شطه حاشيه بيها فما ضفتش. واخيرا بقى اخر حاجه كده بضيف لها الثوم. بس ده طريقه تخليل البتنجان، وبراحتك بقى زي ما قلت لك كده. الحدق بقى انت بتظبطيه بمزاجك، انا بحاول ادوق الحدق بتاعه، حسيت ان هو محتاج شويه ملح ومحتاج شويه ميه، فخدت شويه ميه كده تانيين وضفت عليهم شويه ملح.
بس واخده بقى اقفله واسيبه بره شويه، يعني مثلا ايه ساعه او 2 كده، اسيبه بره التلاجة وبعد كده اخده احطه في التلاجة. زي ما قلت لكم روحه قصيره وممكن يبوظ منكم، فيفضل ان انت تحطيه في التلاجة. طبعا جوزي قال لي اعملي لي كميه منه عشان عجبه عند ماما، فعملته له. انا زي ما قلت لكم انا كنت بعمله بس بقالي فتره جامده من زمان قوي ما عملتهوش. بس وهنا عملنا المخلل بتاعنا كده. وتعالوا بقى نشوفوا عملت ايه في الملوخيه. طبعا هنا عبال البتنجان بتاعي ما برد والميه كمان كانت بردت، كنت قطفت الملوخيه وكمان خرطتها. وعايزه اقول لكم ان من الناس الدقه القديمه شويه بحب اخرط الملوخيه بالمخرطه، ما بحبش اعملها بصراحه بالكبه، بحس ان هي ليها طعم. يعني ملوخيه امهاتنا دي بتاعت زمان اللي هي بالمخرطه بقى وكده. الميه اللي انا بحطها لها ديت ميه كنت غلياها وسايباها على جنب برضو تبرد. دي بعملها بقى الملوخيه دي طريقه تخزين الملوخيه بتبقى تحفه معاكي. بتطلعي الملوخيه تحطيها في الشوربه بتبقى رهيبه. انا بخزن الملوخيه كده على طول. طريقه التخزين بقى تخرطي الملوخيه ايا كان انت بتعمليها بالكبه او بتعمليها بالمخرطه، وبعد كده هتغلي كميه من الميه. بس شرط ما تحطيش الميه، اوعك تحطي الميه سخنه على الملوخيه، تسيبيها لما تبرد خالص. شفتي ميه الحنفيه؟ بس لازما تديها غلوه. طب هنديها غلوه ليه؟ عشان منعا لوجود اي بكتيريا او اي حاجه. هي ميه الملوخيه لازم تتغلى لها. ويفضل ان انت ما تحطيش شوربه، لان انت مثلا ممكن يكون عندك شوربه لحمه فتحطي شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه اي نوع شوربه. بس لما تيجي تطلعي الملوخيه هتحطيها في نوع شوربه تاني مختلف. وغير كده كمان حتى لو حطيها في نفس النوع، بس الشوربه بتخلي الملوخيه تيجي تطلعيها وتعمليها مطعمه كده ليها طعم. فيفضل ان انت تحليها بالميه احسن زي اللي بنشتريها جاهزه من بره. هتاخديها بعد كده وتحطيها بقى في اكياس على قد الاكل اللي هتعمليها. بس وزي ما قلت لكم انا ما كنتش ناويه بقى اعمل الملوخيه، ابني بقى شافها اتجنن. انا كنت فرستها كلها، يعني عملت بقى 3 اكياس كده وهفرزهم بقى واحطهم في الفريزر، لان ده الموسم بقى بتاع الملوخيه بتاع التخزين والباميه. لسه بقى ان شاء الله نبقى نخزن شويه حاجات كده مع بعض ان كان لينا عمر ان شاء الله. تبقى برضو موجوده في التلاجة. بصوا بحطها بقى في الكيس كده وببدا افردها كده عشان ما تاخدش بقى مكان خالص في التلاجة. دي الطريقه اللي انا بعمل بيها الملوخيه على طول، ولما بطلعها بتكون مظبوطه. ما بضيفش اي اضافات تانية خالص غير بقى يعني بعد ما اخرجها واجي اسويها. والكيسه بتاعتي بحاول اخرج اي هوا موجود فيها، يعني تحاولي بقى على قد ما تقدري الكيسه ما يبقاش فيها هوا. وكل ما تحطي الكيسه كده مبططه ما تاخدش بقى معاكي مكان في الفريزر بتاعك كده، وتعرفي بقى ترصي حاجتك كده مظبوطه، كل حاجه تبقى مرصوصه مظبوطه. جربي طريقتي دي في تفريز الملوخيه وان شاء الله تطلع معاكي مظبوطه. ولو انت مثلا مقلقه لا خايفه اجرب، جربي في كميه صغيره وحطيها في الفريزر، وبعد يومين 3 مثلا طلعيها خرجيها من الفريزر اعمليها. شوفي لو الطريقه دي طلعت معاكي مظبوطه تقدري تعتمديها بقى وتقدري تخزني بيها. بس ان شاء الله هتعجبك والله. الطريقه دي انا بخزن بيها على طول وبتطلع معايا مظبوطه. والحمد لله كده كنت خلصت وحطيتها بقى في الفريزر ودخلت نمت، خدت لي نومه حلوه قوي. بعد ما صحيت بقى ما كانش ورايا غير يا دوب ان انا هجهز بقى الغدا كده. عملت بقى الملوخيه وعملت كمان طشه الملوخيه معاكم. بصوا انا جهزت الغدا بقى ايه على طول على السريع عشان ما اطولش عليكم. يا دوب عملت الملوخيه بس حطيتها في الشوربه. كان عندي شوربه طبعا في الفريزر كده بشيلها برضو للطوارئ. خرجتها لما ابني اصر ان هو ياكل بقى ايه ملوخيه وانا كنتش عامله حساباتي خالص. قليت فلفل بقى وقليت كمان بتنجان، اللي انا البتنجان اللي خدته شلته من يعني باقي البتنجان اللي انا سلقته. صراحه الاكله دي عايزه عيش بقى شامي من اللي انا كنت بعمله الابيض ده. حقيقي الملوخيه بالعيش الشامي ده بتبقى طعمها خطير، او في ناس بتحبها بالعيش الناشف. بس طبعا هنضطر ان احنا ناكلها بالعيش بتاع الفرن اللي هو العيش بتاع التموين، لان طبعا الفتره دي انا مفتقده حاجات كتير اعملها، يعني الرقاق بقى والقرص والحاجات دي. بس ان شاء الله بامر الله الواحد بقى احسن، نبدا بقى نعمل الحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان. بصوا ما شاء الله اللهم بارك الملوخيه شكلها عامل ازاي، خضرا عشان من بعيد كده تحسوها مش باينه قوي. وكان عندي كمان طبق رز حطيته كده للولاد عشان الولاد بيحبوا ياكلوا ايه الملوخيه بالرز بس. وده كان غدانا. ولحد هنا كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو وشاركت معاكم يومي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. والملوخيه في الطواجن او البرايم دي بيبقى لها طعم تاني. لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب دايما فيديوهاتي تكون بتعجبكم وبتحفزكم وبتنشطكم واكون خفيفه على قلوبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد واشوفكم على خير في رعايه الله.